ازاي نزل الوحي على سيدنا محمد في الغار، وشكله كان عامل ازاي، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس باللي شافه. يلا بينا نحكي الحكاية. اول ما سيدنا محمد تم 40 سنة كان رايح لغار حراء، ولما دخل الغار سمع اصوات غريبة جدا، فخرج من الغار عشان يشوف ايه اللي حصل. ما لقاش حاجة، وهو في حتة ضلمة في اعلى الجبل مفيش صوت خالص، ويسمع صوت ويطلع يشوف فيه ايه، ما يلاقيش حاجة. يدخل الغار تاني يلاقي كائن عجيب عمره ما شافه، كائن على هيئة بشر بس شكله غريب عن النبي، ويخاف النبي جدا، ويقف جبريل امام النبي صلى الله عليه وسلم ويضمه اليه. موقف مرعب، يحضن سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مش فاهم فيه ايه، ويقول جبريل للنبي اقرأ. يرد النبي عليه ويقول له ما انا بقارئ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب. فيحضنه سيدنا جبريل تاني ويقول له اقرأ، فيرد برضو النبي عليه ويقول له ما انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرأ. فيضم سيدنا جبريل للمرة الثالثة ويقول له اقرأ، وكانت الضمة دي اقوى ضمة فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ظننت ان الموت جاني من قوة ضمة سيدنا جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو خايف وخلاص حاسس ان الموت جاله، فابتدى يقول له طب اقرأ ايه، ماذا اقرأ؟ ودي كانت الاجابة اللي كان عايزها سيدنا جبريل عليه السلام. فرد وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعد كده يفك إيده سيدنا جبريل من ضم النبي ويمشي ويختفي. النبي طبعا مش عارف ايه اللي حصل، لأن سيدنا جبريل ما قالوش ان انت نبي وانا ملك من السماء. ويطلع يجري سيدنا محمد في الظلمات زي ما عمل سيدنا موسى أول ما كلمه ربنا سبحانه وتعالى عند وادي الطور. يطلع يجري وينزل من جبل حراء جري وهو بيرتعش وخايف. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة وتشوف وشه تلاقي النبي مخضوض وبيرتعش. تقول له أصابك شيء يا محمد؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني دسروني دسروني. زملوني يعني لفوني بحاجة أتغطى بيها، من كتر ما كان النبي خايف وبردان وبيرتعش جدا. وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي للسيدة خديجة عن اللي شافه واللي حصل له، وقال لها انا مش عارف ايه اللي جالي ده، هو انسان ولا جن ولا ايه بالظبط؟ فالسيدة خديجة رضي الله عنها قالت له والله لا يخزيك الله ابدا، انك لصادق وكذا وكذا وكذا. وقعدت تقول له على صفات حسنة كتير فيه، وخدته من ايده وراحت لابن عمها ورقة بن نوفل اللي حكينا عنه الفيديو اللي فات، وقلنا انه قعد عمره كله يقرأ في الكتب الدينية ويلف البلدان كلها عشان يعرف اي معلومة، وفقد بصره من كتر القراءة في الكتب الدينية. وكأن ربنا بعت ورقة بن نوفل ده عشان اللحظة دي. كان ساعتها ورقة بن نوفل عنده 90 سنة، وراح له النبي والسيدة خديجة قالت له ان محمد عايز يحكي لك على شيء حصل له. وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لورقة بن نوفل على اللي حصل له. فرد عليه ورقة بن نوفل بعد ما النبي خلص كلامه وقال له لقد آتاك الناموس الذي نزل على موسى، انت نبي آخر الزمان، أنت نبي هذه الأمة، وإن قومك سيكذبوك ويؤذوك ويحاولوا إن هم يقتلوك ويخرجوك. فرد النبي وقال أيخرجونني؟ هيخرجوني من مكة؟ فقال له ورقة نعم، ما جاء نبي بمثل الذي جئت به إلا عودي وأوذي، ليتني كنت شباب حين يخرجك قومك. لأن ساعتها ورقة بن نوفل كان عنده 90 سنة، فكان يتمنى ان هو يبقى شباب علشان يساند ويناصر النبي. وبعد الوقعة دي بأسبوع واحد يموت ورقة بن نوفل، وكأن دي بس كانت رسالته في الحياة. خرج النبي من عند ورقة بن نوفل وهو مش عارف ومش مصدق كلامه قوي، علشان سيدنا جبريل ما قالوش انت نبي، وده من انواع الرفق بالنبي وتخفيف الخوف عليه. وهنا بقى ينقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما ينقطع الوحي عليه يشتاق النبي لسيدنا جبريل، وبدأ يسأل نفسه يا ترى فعلا أنا نبي هذه الأمة ولا لأ؟
وابتدى برضو ان هو يروح غار حراء. وفي مرة من المرات وهو رايح غار حراء يسمع صوت يناديه يا محمد. يبص النبي يمين وشمال ما يلاقيش حد، فيسمع صوت بيقوله ارفع رأسك. يرفع النبي رأسه ويلاقي سيدنا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض ومالئ السماء كلها. وهنا ظهر سيدنا جبريل بهيئته الحقيقية وقال لسيدنا محمد يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. وسيدنا محمد ما شافش سيدنا جبريل على هيئته الحقيقية غير مرتين، مرة في أول نزول الوحي ومرة في رحلة الإسراء والمعراج. وينزل سيدنا جبريل وبعد الوقعة دي تنزل سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعد كده تنزل سورة القلم عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرف سيدنا محمد من هو الله. وبعد كده تنزل سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ويبدأ سيدنا جبريل يضرب بجناحه الأرض ويخرج ماء، ويبدأ يتوضى ويعلم النبي كيفية الوضوء، ويعلم النبي كمان ازاي يصلي. وبعد نزول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا تنزل سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. ربنا سبحانه وتعالى بيأمره ان هو يدعي الناس القريبين منه وينذرهم ويعرفهم عن ربنا سبحانه وتعالى. وبس كده، هي دي كانت حكاية النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، ولو لسه اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم عشان يستفادوا هم كمان. واشوفكم باذن الله فيديوهات تانية وقصص تانية، والسلام عليكم.